السلام عليكم حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. تعالوا بقى نشوف في اوردر كده جايلي. تمام، تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي فيه. تمام، انا هفتحه واجيلكوا. انا لسه بفتح فيه، بس انا صراحه انا عجبني التغليف بتاع اللي هو البريد المصري. بجد انا بحترم قوي الناس اللي بتبعت مع البريد المصري. بجد الشغل التغليف حلو جدا، فبجد حاجه جميله. انا بحب احيي يعني البريد المصري على التغليف. بصوا، حاجه جوه حاجه جوه حاجه. بصوا كمان، بصوا يعني حاجه جميله بجد والله. شابوه للبريد المصري. تمام، انا اول حاجه الهيش ده. تمام، وبعدين بصوا برضو نفس الشيء. بصوا الحاجه اللي هو بتاع اللي عامل البابلز ده جميل، حلو جدا. ده التغليف بقى يا جماعه. بصوا ده التغليف يعني بقى. انا بجد مبسوطه جدا من حاجه زي كده. يعني يهمني بجد انا بتكلم على ليه للشحن وكده، لان انا حصل لي موقف مع مكان كنت بجيب منه حاجه، وشركه الشحن اسوأ ما يكون. وللاسف انا ما عرفتش اسم الشركه ايه، لان رفضت الشحن اساسا. اذا كان من المندوب اسوأ تعامل، والمكان اللي انا شاريه منه كمان، ورفضت ان انا استلم. رفضت كل حاجه بمعنى اصح. بالرغم ان انا ما خدتش فلوسي لحد دلوقتي. تمام، لان انا كنت بعت ديبوزيت، وللاسف يعني برضو الموضوع دوت يخلينا ان احنا ما نبعتش فلوس ديبوزيت نهائي الا ان احنا واثقين فيهم. تمام، تعالوا بقى نشوف الاوردر. تمام، الاوردر ده من على الفيس. تمام، شوفوا الحاجه يعني معموله بقد ايه، متغلفه. بصوا الحاجه دي اللي هي زي الكونكريت. تمام، واضحه. دي حاجات ديكورات في البيت، لو انتوا بقى بتجددوا البيت وكده، او لاي عروسه يعني ايه. انا بقى هفكهم، لان انا وريتكم شكل التغليف عامل ازاي بالنسبه للكل. التغليف ممتاز. تمام، فانا هفكهم وهوريهم لكم. ادي الاوردر يا جماعه. تمام، تمام، ده شكل الاوردر. طبعا بصوا الحاجه هي اهي زي ما انتم شايفين. ادي الشكل. دي فازه مطلعه، الخطوط باينه، مش عارفه باينه ولا ايه. تمام، ودي مبخره اهي، بس عشان اوريها لكم. ودي زي بونبونيره كده صغيره اهي. تمام، ودي الصينيه التري بتاعتها واهي. تمام، ودي فازه بالهيش بتاعها. الهيش ده بيبقى بيديه هديه. ودي البورد ده. تمام، طبعا شكل المكونات دي على الفيس الشكل كبير كبير، يعني ضعفين او 3 اضعاف من الشكل ده. يعني انا اتفاجئت ان هما حاجات صغننه صغننه. تمام، هو للاسف اللي عجبني الشحن. التغليف حلو جدا، يعني عارف يعني ايه يعني امتص غضبي. الحاجات صغننه، يعني اكبر من كده مرتين 3 صورتهم على الفيس. تمام، ودي كبيره زي ما انا قلت 3 مرات، مش بالشكل الصغير. انا حاسه ان انا جايلي عينات عينات. فهقول ايه يعني بجد مش عارفه يعني خلاص. يعني دي اوكي، يعني شكلها كان كبير عن كده في الفيس، في الصوره بتاعتها على الفيس، بس مش مشكله يعني. مش كده. دي تمام، انا قبلاها حلوه، ما فيش مشكله. انما الحاجات التانيين دول
العينات دي مش عارفه يعني. خلاص، فساعات حظنا كده الاونلاين يعني، مره يبقى كويس، مرتين مش بيبقى كويس. بس دي مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الاونلاين. في حاجات الواحد بيتغاضى عنها، وفي حاجات للاسف ما ينفعش. تمام. برضو زي ما انا اتكلمت برضو ان الموضوع دوت مع شركات الشحن. انا لما يجيلي مندوب ويجي يقول لي استلمي من تحت، يا جماعه لا تستلموا، لازم يكون في اتفاق في كل شيء. لازم الاوردر يتوصل للبيت لحد باب البيت، بدل انا بدفع مصاريف شحن. لازم الاوردر يكون في اتفاق ما بين في كل شيء. تمام. مفيش النظام ان هم يطلبوا مصاريف تانية، يعني توصل لشركه شحن اخد منه حاجه يدفعني مصاريف شحن غاليه جدا، ومصاريف كمان ان الفلوس هتوصل للشخص اللي انا جايه منه. طب وانا مالي يعني؟ امال انا بدفع مصاريف شحن ليه؟ ان الحاجه توصل لي انا ماليش دعوه بقى ادفع فلوس كمان عشان الفلوس توصل للشخص اللي انا جايبه من حاجه. فبناقص اوكي مع السلامه، لغيت الاوردر. بس انا مشكلتي ان انا كنت دافعه ديبوزيت. تمام. فده بيعلمنا ما ادفعش ديبوزيت لاي حد. تمام. ما بقاش انا تحت ضرسه واتصل عشان حاجتي تيجي. فاحنا طول ما احنا عايشين احنا بنتعلم، فنخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي. انا الغرض من الفيديو زي ما انا قلت لكم الشحن، شركه الشحن، الشخص اللي احنا بنتعامل معاه نبقى واثقين تمام الثقه فيه. انا ما بعتش ديبوزيت. تمام. ونبقى متاكدين من الحاجه اللي احنا بنختارها. تمام. صوره الفيس غير الحقيقه. تمام. للاسف يعني. يلا اشوفكم على خير ومع السلامه.